السلام عليكم. مرحبا مرحبا أصدقائي، يا رب تكون أموركم بألف خير. اليوم رح نعمل نوع هيك حلويات كتير سهل سريع بسيط، من غير أي مكونات، من غير دقيق، من غير بيض، من غير أي مكونات صعبة. تعالوا أحكي لكم كيف عملت هذا النوع. أول شغلة أنا عملت الحليب المحلى المكثف وموجود عندكم على القناة. هو عبارة عن 3 معالق بودرة، 3 معالق حليب بودرة عفوا، 3 معالق سكر، ونص كاسة مي، وهيك بيكون عملنا. رح نجيب أي نوع بسكوت عنا، رح تطحنوه بالكبة ولاتيه او نسكافيه بنكهة الفانيليا، باي نكهة انتو بتحبوه. رح نضيف كمان علبة زبادي، ورح نضيف الحليب المحلى المكثف يلي انا عملته. رح نعجن كل المكونات مع بعض لحد ما تصير زي العجينة اقدر انه اشكلها. هون طبعا رح اشيل الجلوفز وابدأ انه اعملها بايدي عشان تزبط اكتر، او التشكيل يعني. رح ابدا اعملها على هيئة كور او دوائر. لو موجودة عندكم صينية الكب كيك طبعا بصير، لو مش موجود برضو عادي. انا كان عندي الاثنين فعملت قدامكم، هذا بصينية الكب كيك وهاي بالصينية التانية. طيب هلا رح اجيب غطا ورح اعملها بحيث اعملها تجويف، انتوا بتقدروا تعملوها باي طريقة. ورح ادخلها على الفرن علشان هيك بس تتحمص وتاخد لون كتير حلو. على ما تاخد اللون رح اعمل معاكم الخلطة او القشطة يلي رح احشي فيها البسكوت او المعجنات هاي الحلوة اللي انا عملتها. هي مش معجنات يعني، هي تعتبر بسكوت. معلقتين نشا على معلقتين كريمة شانتيه، وراح اضل اقلب. هاي طلعوا كيف لما طلعتها من الفرن، كتير كتير صار شكلها حلو، وريحتها قلبت البيت كله، عن جد ريحة كتير حلوة. هلا بالخلطة او القشطة اللي انا رح احشيها، بتقدروا انكم تحطوا معاها لاتيه او نسكافيه من نفس الخلطة، او من نفس الكيس اللي انتوا حطيتوه مع البسكوت في الاول. انا صراحة حبيت هيك اخليها قشطة سادة احسن يعني. هذا الشكل بعد ما حطيتهم بالصحنين. رح ابدا هلا احط القشطه بالكيس، وهيك اعمل له فتحه من تحت، وابدا انه احط الخلطه بقلب التجويف بكل بسكوته من هذا البسكوت. وبقدر انه ازينه باي نوع مكسرات عندي، لوز، بندق، فستق السوداني، عين جمل، اي نوع مكسرات انتو بتحبوه بتقدروا انكم تحطوه. انا طبعا حطيت فستق حلبي. وبس هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أنه يعجبكم ويكون سهل وبسيط عليكم بالتنفيذ. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير. ما تنسوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة والسلام عليكم.